جينا قصة فؤاد ولد الصفراء، شنو السبب اللي نحبس عليه؟ وهل حقا كانوا يبطوه في الحبس؟ فؤاد ولد الصفراء منتج موسيقي وصاحب قناة معروفة للإنتاج الموسيقي في موريتانيا، كان يعتبر واحد من أكثر المدونين النشطين على ذيك المنصة، وبسبب نشاطه كان دائما يفتح لايفات ويتكلم فيهم عن قضايا تعود مثيرة للجدل في ذاك الوقت، والله متكلم الناس عنها، هو يتكلم عنها ويعطي فيها رأيه. واللي ماله أسبوع فتح لايف وتكلم فيه عن بعض من رجال الأعمال وقال عنهم ياسر من الكلام اللي ما عجبهم، ولذا السبب تم تقديم عدة شكاوي لفؤاد ولد الصفراء، واللي على أثرها انكد بيدو ونقاس به الحبس، وأعطى في الحبس ما يقارب أسبوع كامل إلى عاد ما هو زايد عليه. وفي ذي الفترة خاضوا عنه إشاعات إنه كان يعذب في الحبس، وحاجته كان يقضيها لا في بيدون وشي من ذي الأمور اللي يعذروا له السجناء صيدنا. واللي ماله يوم من ضرك تم إطلاق سراح فؤاد ولد الصفراء مباشرة بعد من ينخاض فتح بث مباشر واشرح فيه كامل اللي خلق له. والغريب على إنه قال على إنه ما نحبس بسبب شكاية من أي رقاش، وفي نفس الوقت نفى الاتهامات اللي كانت جاية للشرطة بأنهم كانوا يعدلوا له شي ما هو يا الله. ومن وجهة نظرك أنت قايل على إن فؤاد ولد الصفراء وعدل له شي؟ والله بدي وإذا عاد وعدل له شي لماذا جاحده؟ اكتب لنا رأيك تحت في التعليقات، ولا تنسى تصلي على النبي، ونشوفك في المقاطع القادمة.